هي بصراحة نتكلم على عموته، نقول مثال تاع المدرب العربي الناجح. أرقامه في الوداد بصراحة، وأرقامه في المنتخب المغربي المحليين نتائج جد ممتازة، خلينا نقولوا عكس التوقعات وكبيرة مع المنتخب الأردني في مفاجأة على مستوى آسيا، صح ولا لا؟ صحيح. نعم. اليوم أنا نقول إن شاء الله يكون التعاقد نتاعو في الجزائر يكون إضافة، أنا على إن شاء الله حق يعني تغيير كامل في هذا النادي. تمكن المدرب المغربي حسين عمودة من الفوز في أولى مباراة رسمية له مع نادي الجزيرة الإماراتي يوم الأحد في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وفاز الجزيرة بقيادة إطاره الوطني الحسين عمودة ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام البطائح في إطار ذهاب المسابقة ذاتها. وكان عموتا قد خسر وتعادل في جميع المباريات الإعدادية دون أن يحقق الفوز فيها. وفي طابع رسمي، تمكن صانع أفراح منتخب الأردن سابقا من تحقيق الانتصار الأول له مع الجزيرة، وكان بصفة رسمية. ويجدر بالذكر أن حسين عموتة وصل إلى نادي الجزيرة بعد أن خاض تجربة ناجحة مع المنتخب الأردني، وتمكن من خلالها من الوصول إلى النهائي القاري رفقة منتخب النشامة. ويدخل حسين عموتة موسمه الحالي رفقة نادي الجزيرة بطموحات كبيرة، خصوصا بعد الفشل الذي عانى منه الفريق الإماراتي في السنوات الماضية، سواء على المستوى المحلي أو أيضا على المستوى القاري. هذا كل ما كان في الفيديو. إلى اللقاء.